بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن كريستيانو رونالدو ومسيرته تحت قيادة المدربين، فلا شك أن السير أليكس فيرجسون هو الرجل الذي استخرج منه كل شيء، كل مهاراته، كل إمكانياته، كل جودته في الملعب، منذ انتقاله إلى ريال مدريد ثم يوفنتوس وصولا إلى النصر السعودي. كان المدربون يعتمدون عليه كقناص وهداف من الطراز الرفيع، لكن مع فيرجسون لا، القصة مختلفة تماما. فيرجسون لم يكتفي بجعل كريستيانو ماكينة تهديفية، بل أظهر لنا جوانب خفية من قدراته. هل تعلم مثلا أن الدون كان من أفضل اللاعبين في إرسال العرضيات وصناعة الأهداف من الجهة اليمنى؟ نعم، كان يرسل كرات بالمليمتر لزملائه، لكن بعد عامين 2027 ومع تحوله إلى الجهة اليسرى اختفى هذا الجانب من لعبه، وأصبح التركيز أكثر على الاختراق والتسجيل. والأمر لم يتوقف هنا. السير وضع كريستيانو على طريق الفاعلية الهجومية. بعد أن كان لاعبا يمتع الجماهير بالمراوغات والسرعة فقط، أصبح وحشا تهديفيا. تغير أسلوبه، تحول مركزه، أصبح أكثر شراسة. وهنا بدأ باقي المدربين في جني ثمار هذا التحول. أما جوزيه مورينيو فقد كان ثاني أكثر من استفاد من رونالدو، لكن بطريقة مختلفة. الرجل فرض عليه أدوارا دفاعية أتعبه بها، لكنه في نفس الوقت أخرج منه أفضل نسخة تهديفية في مسيرته. موسم 2021 إلى 2022 يا له من موسم تاريخي. رونالدو كان ساحرا، هدافا، قناصا، ملك الركلات الحرة، سيد السرعة والانطلاقات، نسخة مكتملة لا تقارن. في النهاية لا شك أن فيرجسون ومورينيو هما المدربان اللذان أظهرا لنا أعظم ما يمكن أن يقدمه كريستيانو رونالدو. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وانتظرونا في المزيد من الحلقات المميزة.